اللهم صل على سيدنا محمد. احسبوها معايا كده بالورقة والقلم. ليه نجيب الطبق الكبدة ب25 جنيه لما احنا ممكن نعملها في البيت؟ هنجيب نص كيلو كبدة، وهنجيب عليها معلقة دقة ونص معلقة شطة، وهنحط عليها عصرة ليمونة، وهنحط عليهم كمان 3 معالق خل، وهتبلهم واحطهم في التلاجة. هتجيب طاسة على النار، احط فيها حبة زيت واسيبهم يقدحوا، وبعد كده بجيب بصلاية صغيرة واقطعها قطع صغيرة، وبعد كده بنزل عليهم بالكبدة. لو الكبدة ما لزقتش منك في الطاسة اعرفي ان الكبدة بتاعتك مظبوطة 100%. هنبدأ نحط البهارات بتاعتنا. حبة حباش، ما بحطش الكمون الا بعد ما بتطيب واطفي عليها النار، وحبة بهارات لحمة بتخليها طعمها حلو قوي، وبحط الفلفل واديها تقليبة، وبحط لها حبة ملح، وبعد كده بتطلع معايا احلى طبق كبدة زي بتاع المحلات. هستنى تعليقاتكم واشتراكاتكم.